أيها الإخوة، الكثير من الناس فيهم خير ويحب الخير ونشره. يحب نفع الناس وتوجيههم وإرشادهم وتعديل الخلل اللي طرأ أو قد يطرأ عليهم. من كان كذلك عليه في الحقيقة أن يعلم بأنه سيقابل أناس مختلف الطباع والتوجيهات، مختلف التربية والتعليم، وأن الكثير قد لا يوافقون فيما يطرح. ولا بد أن يعي الشخص ويدرك أن الدعوة إلى الله عز وجل ونصح الناس وتوجيههم ليست مفروشة بالورود والرياحين، ولا خالية من المكذبين والمعاندين والمحاربين، بل والله تكتنفه الكثير من المعوقات والعقبات والأشواك. بل قد يتعرض الشخص للنقد ولربما التجريح والتنقص من قدره، وقد يواجه من يلمز فيه ويستهزئ ويسخر ومن يريد الإضرار به. وهذه سنة الله عز وجل في كل من يريد نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله وصفوه بالجنون، اتهموه بالسحر والكهانة، استهزأوا به، أوذي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الأذى المعنوي بل والجسدي. فلا بد لمن ينبري لنصح الناس وتوجيههم ودعوتهم من الصبر والتصبر ومحاولة تحمل الأذى اللي قد يواجهه، ويستشعر قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فلا تضعف عزيمتك ولا تتوقف من السير في هذا الطريق المجيد، فالأفواه والله لن تصمت والألسن لن تتوقف، بل استثمر كل وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي بنشر دعوتك وتوجيهك ونصحك للناس بالحكمة واللين والموعظة الحسنة. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعلى الشخص كذلك أخيرا أن يحذر كل الحذر ممن يريد أن يحاول منعه أو كسر من عزيمته بإشغاله بالمهاترات الجانبية أو المسائل الفرعية. أسأل الله العظيم أن يستعملني وإياكم في طاعته.